انت بتشتغل ايه؟ وبتحب شغلك ولا لا؟ ولا حاسس انك زهقان كل يوم؟ النهاردة هنتعلم جمل قوية بالانجليزي نستخدمها لما نتكلم عن طبيعة شغلنا، وهل احنا مرتاحين فيه ولا لا. Number one, it's nice because you can chat. You're never alone. الجملة معناها ان الجو حلو لانك بتتكلم مع الناس ومش بتحس بالوحدة، والجملة دي تنفع جدا تقولها لو شغلك في مكتب او مع ناس كتير. Number two, it's not very efficient and it's hard to concentrate. الجملة معناها إنه مكان مش منظم بما فيه الكفاية وصعب تركز، ودي جملة مناسبة جدا لو بتشتغل في مكان فيه دوشة أو كل شوية حد بيقطع. Number three, work is better because more people contribute their ideas. الجملة دي معناها إن الشغل بيكون أحسن لما الناس بتشارك أفكارها، والجملة دي هتبقى perfect لو أنت بتحب تشتغل في فريق أو بتحب الشغل الجماعي. Number four, there's a lot of politics in my office. الجملة دي معناها إن المكان اللي أنا بشتغل فيه سلطة ومجاملات في المكتب، وده ممكن حاجة تكون بتضايقك شوية، يعني لازم تمشيها سياسة وتوازن علاقاتك. Number five, you just look at a computer or do photocopying all day. الجملة دي معناها إن كل شغلك قدام الكمبيوتر أو بتصور ورق، يعني مفيش جديد. جملة مناسبة جدا لو حاسس إن شغلك ممل. Number six, you don't need to wear a suit or smart clothes every day. الجملة معناها مش لازم تلبس رسمي أو شيك كل يوم. الجملة دي بتعبر عن الراحة اللي بتحس بيها لو بتشتغل من البيت أو بتلبس لبس casual في مكان عملك. Number seven, it's best to work from home and communicate by email. الجملة معناها إنه من الأفضل إنك تشتغل من البيت وتتواصل بالإيميل. الجملة دي بتعبر عنك تماما لو أنت شخص بيحب الهدوء والاستقلالية. دلوقتي قولي في الكومنتس، هل أنت راضي عن شغلك؟ استخدم جملة من اللي قلناهم أو قول رأيك بطريقتك وأنا هرد عليك وهساعدك تصيغها بالإنجليزي الصح. ما تنساش تشترك وتدوس لايك لو عايز فيديوهات أكتر عن السبيكينج.